السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤخرا بزاف ديال مهنيي الطاكسيات تفاجئوا في مختلف المدن بالمغرب ملي مشاو لمراكز التنقيط ديال البوليس كيطالبوا منهم وثيقة ديال شهادة الحياة ديال مول المأذونية. هذا الإجراء الجديد اللي فرضته السلطات جا باش ينظم قطاع الطاكسيات، ولكن خلق ارتباك كبير عند الناس اللي كيسيروا المأذونيات ديال الناس اللي ماتوا. في هذا السياق البرلماني اسماعيل الزيتوني اللي كيمثل الانسجان ايت ملول قال بلي هذا القرار اربك بزاف ديال المهنيين والناس اللي كيتعاملوا في القطاع، مع ان الهدف ديالو هو يوقف استغلال المأذونيات من طرف الناس اللي ماشي قانونيين ويتاكد بلي الرخص مازالين عند اصحابهم الحقيقيين. الزيتوني زاد وقال في واحد السؤال كتابي اللي وجهه لوزير الداخلية بلي هذا الإجراء يقدر يتحول لأداة ابتزاز من طرف موالين الرخص ضد الناس اللي خدامين بها، بحيث كيطالبوا منهم فلوس كتيرة باش يعطوهم شهادة الحياة ديال مول المأذونية، خصوصا مع غياب التواصل المباشر بين الطرفين بعد توقيع العقد النموذجي. وزاد البرلماني وقال باللي كاين مشاكل في الحصول على هاد الشهاده، حيت بزاف ديال موالين الرخص ما ساكنينش في المناطق اللي تابعه ليها الرخصه، واعتبر باللي وزاره الداخليه عندها الامكانيات تضبط هاد العمليه بلا ما ترجع للمهنيين، حيت كيتوفروا على معلومات ديال موالين المأذونيات. وبناء على هاد الشيء تساءل الزيتوني على الاجراءات اللي غادي تدير الداخليه باش تحل هذا المشكل وتضمن استمرار قطاع الطاكسيات بلا مشاكل في المغرب. السلطات حددت 31 يناير 2025 كآخر أجل لسائقي الطاكسيات باش يقدموا الوثائق اللي كيبينوا فيها باللي موالين المأذونيات مازالين عايشين، واكدت باللي اي واحد ما يمتثلش لهذا الموعد غادي يتم سحب المأذونية ديالو مباشرة في اطار تنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص. الطاكسيات في المغرب كيعانيو من بزاف ديال المشاكل بحال توريث المأذونيات والمتاجرة فيها، هادشي اللي خلى الفوضى والعشوائية تزيد في هذا القطاع المهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.